السلام عليكم، كديرين لاباس؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي تمام الصحه والعافيه. كيف ما كتشاهدوا معايا اليوم نقدم لكم بريوات باللوز اللي كيجيو صراحه رائعين، كيجيو لذاذين ومعلكين وساهلين التحضير. تبعوا معايا مقادير وطريقه التحضير. اول حاجه عندي هنا نص كيلو ديال اللوز، تقدروا تضاعفوا الكميه. هنايا اللوز كبيت عليه الماء طايب وخليته واحد 10 دقائق. من بعد كنحيد ليه القشره ديالو وكنخليه ينشف ليله كامله صافي. وكنطحنو و60 غرام ديال السكر حبيبات. انا غنحتاج غير 60 غرام لان البريوات كيف ما كتعرفوا كيكونوا في العسل، يعني غيكونوا حلوين، ما نحتاجوش نكثروا السكر بزاف، يعني 60 غرام كافيه. وغادي نحتاجو واحد 4 ديال الحبات ديال المسكه الحره اللي كندقها مع شويه ديال السكر وكنضيفها لهداك اللوز. وكيف ما كتشوفوا معايا هنايا كنطحن اللوز ديالي مزيان مزيان حتى تينسجم مع داك السكر. كيف ما كتشوفوا كنحاول نطحنو مزيان مزيان صافي. ومن بعد كنضيف عليه الماء زهر. هنا غادي نضيف فيه شويه بشويه، المهم تقريبا واحد نص كاس ديال الماء زهر وجوج معالق كبار ديال الزبده اللينه. شوفوا هنايا اللوز ديالي كيفاش طحنته جا على هذا الشكل هذا صافي. من بعد غادي نضيف عليه جوج معالق كبار ديال الزبده. انا الزبده عندي زبده نباتيه، اي نوع من الزبده عندكم كتضيفوه لهداك اللوز وكتبداو تخلطوا بيديكم مزيان مزيان وكتبداو تضيفوا الماء الزهر بشويه بشويه. كيف ما كتشوفوا معايا كندلكها مزيان، غير حاولوا تدلكوها مزيان حتى تشوفوا داك الزيت ديالها كيبدا يخرج. يعني الا خرجت لكم الزيت ماشي مشكل، ما توقفوش، غير بقاو تزيدوا الماء زهر وفي نفس الوقت تبداو تدلكوا. هي راه ما حدكم كتدلكوها كتخرج لكم الزيت وكتبداو تضيفوا الماء زهر. هنايا بدلت الاناء درتها في القصريه هكا باش نتحكم فيها وندلكها مزيان. شوفوا شحال ديال الزيت كتخرج. المهم الا خرجت لكم الزيت ما تخافوا منها والو، غيبداو تضيفوا الماء زهر شويه بشويه تجمع لكم وتولي على هذا الشكل هذا وتجيكم مرطبه صافي. هنايا صافي. هنايا العقده ديالي نجحت معايا 100%. هذه واحد التجربه كنديرها في العجين ديال العقده. تندير واحد الحربول صغير وكنلويها بحال هكا، الا شفتها ما تقطعاتش صافي كنعرفها راه ناجحه. وشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي من الداخل، صراحه كتجي ناجحه ومعلكه 100%. تبعوا معايا غير هاد الطريقه هذه اللي عطيتكم وان شاء الله غادي تنجح معكم صافي. هنا كيف ما كتشوفوا معايا درتها كويرات صغيره في تقريبا حجم 10 غرام. وهنايا عندي الفيلو، ورقه ديال الفيلو قطعتها شرائح بهذا الشكل هذا صافي. هنا غنحط الكميه اللي غنخدم بها والكميه الاخرى غادي نغطيها بالبلاستيك باش ما تنشفش معايا الورقه، لان هذه الورقه ديال الفيلو كتكون شويه دغيا كتيبس. ايوا صافي. من بعد كيف ما كتشوفوا معايا كنشكلها على هذا الشكل هذا، شكل مثلث صغير. صراحه هاد البريوات ساهلين ساهلين. وهنايا راه كنلصقهم ببياض البيض، تقدروا تلصقوا بشويه ديال الدقيق مع شويه ديال الماء، وكان انا من الاحسن كنفضل نلصقها بالبياض البيض صافي. كنستمر بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا معايا. كندير كويرات هنايا راه درت فيهم تقريبا 10 غرام صافي. هنايا كنبدا نلوي البريوات ديالي على شكل مثلث وكيجيو مفينين بهذا الشكل هذا، كيجيو صراحه رائعين. تقدروا تضغطوا عليهم هكا دوك
الجوانب باش يجيو شويه منفوخين. الا بغيتو ولا ما بغيتوش تخليوهم غير عادي. صافي غنستمر بهذه الطريقه هذه تنسالي كاع الكميه اللي عندي. صافي هنايا ملي كنسالي كاع الكميه اللي عندي كنخليهم ينشفوا. المهم حاولوا تخليوهم ينشفوا مزيان مزيان. تقدروا كاع طيبوهم الغد ليه ماشي مشكل. المهم اقل حاجه تخليوهم ينشفوا واحد 3 سوايع عاد تبداو تقليو فيهم. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا الزيت كتكون سخونه، كنقص عليهم النار وكنخليهم في نار مهيله وكنبدا نحركهم بهذه الطريقه هذه هكا باش يتوحد لينا اللون ديالهم ويجيو كلهم بلون، ياخذوا لون موحد لون ذهبي. وكنبدا نفندهم في العسل كيف ما كتشوفوا معايا. صراحه هاد البريوات الا بغيتوهم تشربوا العسل مزيان كتبيتوهم في العسل. بحال دابا الا صوبتوا البريوات بالليل تخليوهم يباتوا في العسل هكا باش تحصلوا على بريوات شاربين العسل مزيان ويجيو معلكين ولذاذ. ايوا هذا هو الشكل النهائي ديال البريوات ديالي كيف ما كتشوفوا معايا. زينتهم واحد الكميه زينتها بالزنجلان الابيض وواحد الكميه رشيت عليها هكا اللوز ايفيلي وكيجي اللون ديالهم ذهبي على هذا الشكل هذا. صراحه اذا تبعتوا الطريقه هذه اللي عطيتكم غادي ينجحوا معكم 100%. وهنايا غادي تشوفوا القوام ديال البريوه من الداخل كيفاش كيجي. هانتوما كيجيو معلكين ومقرمشين لان خدمنا العقده مزيان. وهذا هو السر ديال البريوات باش يجيو مزيانين. كنتمنى الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم وينال استحسانكم. ما بقى ليا غير نقول لكم مع السلامه الى فيديو قادم ان شاء الله.